عليكم، اهلا بيكم حبايبي. النهارده ان شاء الله هعمل لكم القرص الهشه الطريه اللي بالسمسم بتاعه الفرن الفينو اللي بيبقى طريه خالص. بصوا اهو، شايفين حاجه كده من الاخر؟ بصوا طريه ازاي، بصوا بصوا. ايه رايكم؟ يا رب يكون فيديو النهارده يعجبكم، ومقادير سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله هكتب لكم المقادير تحت في صندوق الوصف ونكتبها مع بعض ونقول لكم احنا هنعمل القرص الجميله الهشه دي بمقادير بسيطه ازاي، وكل ده من كيلو دقيق واحد. يلا ما تكسليش، قومي هاتي كيلو دقيق وكوبايه لبن واقول لكم المقادير ايه، ويلا نشتغل مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، بس اوعي تنسيني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. ولو انت مش مشتركه في قناتي اول تعليق مثبت هتلاقي اللينك بتاع القناه. يلا حبايبي نجيب مقاديرنا ونعمل القرص التحفه الجميله دي ازاي. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقادير القرص بتاعتنا التحفه اللي احنا لسه شايفينها دي في اول الفيديو. مقاديرها ايه؟ اولا كوب حليب، كوب سمنه سايحه ومبردها شويه، ودي نص كوبايه ميه دافيه، معلقه بيكنج باودر كبيره، معلقه صغيره محلب، معلقه صغيره ريحه كحك، ذره ملح صغيره، معلقتين كبار او 30 جرام خميره بيره او معلقتين كبار خميره فوريه، 3 معالق سكر. هتقولي لي كتير، لا مش كتير، لانها هي بتبقى ايه، عجينه مسكره شويه. كيلو دقيق. اول حاجه هنعملها دلوقتي نجيب بوله صغيره كده ونحط فيها السكر مع الخميره كده وندوبه كله مع بعض مع شويه ميه كده. بصوا ندوب السكر مع الخميره كده كويس اهو، دوبناه. نجيب بقى ايه، طبق او اي حاجه نغطيه بيه ونسيبه ايه يتفاعل شويه. هنيجي هنا بقى الكيلو دقيق بتاعنا هنحط عليه ايه بقى؟ نحط عليه البيكنج باودر والمحلب وريحه الكحك والملح، تمام. وهنبدا نقلبهم كده، مكونات الجافه مع بعض اهو. بعد ما قلبنا كده مكونات الجافه مع بعضها هنيجي هنا بقى نعمل ايه بقى؟ نركن الميه، بقيه نص كوبايه الميه والحليب. نجيب بقى ايه، كوبايه السمنه اللي احنا مسيحينها ومبردينها. هتقولي لي زبده، لا مش هتديكي النعومه اللي انا عايزاها، زبده مش هتديكي النعومه زي ما انا عايزه بالظبط. نبدا نعمل ايه بقى؟ نفرك كده اهو، نبدا نفرك كده حبات الدقيق بالسمنه بتاعتها. ممكن نحط سمنه بلدي، زبده البلدي بتاعتنا مش الزبده اللي هي نيوزيلندي، تمام. بس ليه بقى؟ لان الزبده النيوزيلندي برضو بيبقى فيها نسبه من الميه كتير فتنشف لي ايه القرصه بتاعتنا. بعد ما فركنا كده السمنه كده بالدقيق بالمكونات الجافه كلها مع بعض، البيكنج باودر والمحلب والملح وريحه الكحك، نبدا نحط بقى ايه، كوبايه الحليب بتاعتنا دافيه، كوبايه دافيه، ونحط بقيه نص كوبايه الميه الدافيه بتاعتنا، تمام. وهنبدا نقلبه كده، والخميره عندنا اهي بصوا سايبينها كده لما تقرب انها ايه تتفاعل معانا. نبدا نقلب فيها كده. في دي بقى بيحتاج سوائل كتير، تبقى مهما تحطي السمنه او الزبده برضو ما بتديكيش السوائل. انا كده حطيت كوبايه حليب ونص كوبايه ميه، هنحتاج حوالي نص كوبايه ميه تاني. يبقى كده حطينا ايه بقى، كوبايه سمنه سايحه ومبردينها اهو. بصي بدات تلم ازاي. بس في حاله زي دي بقى نحط ايه، الخميره بتاعتنا بدات تتفاعل ايه، بس انا عايزاها تتفاعل تاني، بس هي كده ايه برضو هتمشي معايا برضو. المهم ان انا طمنت ان الخميره بتاعتنا ممكن تتفاعل. نبدا بقى نعجنها كده، اول ما تلم معانا هوريها لكم. بعد بقى ما عجننا العجينه كده اهو، مش عايزه اعجن فيها كتير عشان ما تبقاش عرق كده. العجينه بتاعتنا بقى احتاجت ايه يا حبايبنا؟ احتاجت كوبايه حليب، كوبايه كامله ميه دافيه، نص حطيناه مع الخميره
والنص التاني ايه عملناه هنا. تمام. وكوبايه سمنه مسيحينها، ومعلقه بيكنج باودر كبيره، ومعلقه صغيره محلب، ومعلقه وثلاث معالق سكر، ومعلقتين خميره، ومعلقه بتاع ده اللهم صل على النبي ريحه كحك. بس خلاص كده العجينه بتاعتنا نغطيها بقى، واول ما تخمر هنعمل ايه؟ هنعمل الحشو بتاعها ده بقى بعجوه بملبن زي ما انت عايزه. انا عاملاه كده ازاي؟ انا جبت العجوه، سيحت معلقتين سمنه، قلبت العجوه فيها لغايه ما بقت طريه كده، ورحت جايباها حط عليها معلقه سمسم، ورحت مكوراها كده، وهي كده كده جاهزه. اول ما دي تبدا تخمر شويه تستريح معايا تخمر شويه، هنحشيها بدوت مع بعض. استنوني. ورجعنا لكم حبايبنا، وادي الخميره بصوا بعد ما قلت بقت عامله ازاي. ما عادتش ربع ساعه. ايه بقى الحشوه بتاعتها؟ دي عجوه عليها سمسم، معلقتين سمنه سيحتهم وعملتها وكورتها بالشكل ده. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا عامله الحركه دي قبل كده قدامكم. ودي ميه عاديه، ميه ده عاديه من الحنفيه، سمسم ابيض ني. لو حابه سمسم مستوي المحمر، المحمر ده مفيش مشكله. هنبدا نكورها كور صغيره كده. نبدا بقى في كل الكرس دول نحط ايه؟ واحده عجوه كده، ونقفلها كده ونعملها زي الصلصه كده. تمام. نجيب واحده ثانيه ونحط عجوه كده. بصوا الموضوع سهل ازاي اهو. تعمليها بقى كبيره القرصه، تعمليها صغيره، دي حاجه ايه ترجع لك انت بقى اهو. كده كده كده. خلاص كده مطرح الحته اللي احنا قافلين بيها دي، نروح جايين بقى عاملين في الميه. بص اهي في الميه كده، وفي سمسم اهو كده الميه، وفي سمسم كده اهو من الناحيه اللي احنا ايه قافلينها سره دي. تمام كده اهو في الميه وبعدين في السمسم. نروح جايبينها كده على صاج مدهون، مدهون زيت خفيف اهو. وزي ما قلت لك لو انت حابه بقى السمسم ده عندي ابيض ني، حابه تحطي سمسم محمص مفيش مشكله اهو. عايزه اوريكم بس كده اهو، يبقى كده جاهز يا حبايبي اهو. هكمل انا بقى الكميه دي وارجع لكم. ورجعنا لكم بعد ما خلصنا الكميه. شايفين بسم الله ما شاء الله كيلو دي عمل لنا دي اهو. ده بقى هنعمل ايه؟ هنسيبه بقى كده نغطيه بفوطه نظيفه يخمر، واول ما يخمر هندخله فرن درجه حرارته 200. مش هيقعد 10 دقايق او 7 دقايق بكتير قوي في قلب الفرن، وبعد كده هوريكم هو مستوي. استنينا حبايبي. رجعنا لكم حبايبنا بعد القرص بتاعتنا ما هديت كده، سويناها وهديت وبقت بالشكل الجميل ده. تيجي بقى نفتحها مع بعض ونشوفها. بصوا طريقه ازاي وهشه اهو. ايه رايكم؟ بصوا من جوه فاضيه ازاي، حاجه كده من الاخر. يلا الف هنا وشفا على قلبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، ولو عجبك الفيديو دوسي لايك. ولو انت محتاجه مني اي حاجه اكتبي لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله ارد عليكم في فيديو عملي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.